اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت البابلز بالشوكولاته بطريقه سهله جدا وبسيطه. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي 500 جرام من الزبده الطريه، كوبايه سكر بودره، بيضتين، عندي 750 جرام من الدقيق، وكيس من الفانيليا. محضره عندي العجين، نزلت فيه بالزبده مع السكر البودره، وهبتدي اضربهم مع بعض لحد ما يديني قوام لونه فاتح زي الكريمه بالظبط. انا هسيب لك المكونات في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرامات. بعد كده هجيب عندي البيض، والبيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. هنزل اول حاجة ببيضة بيضة، مش هنزل بيهم مرة واحدة، مع كيس الفانيليا. بعد كده هنزل بالبيضة التانية لحد ما تختفي خالص. هوقف العجان وابتدي انزل بالدقيق، والدقيق يكون منخول. بعد كده هخلطهم بالكف، هغير السلاح زي ما انت شايفة بالشكل ده، يا دوبك بس الدقيق عندي يختفي. بعد كده هكون عجينة البسكوت بقت جاهزة، سيبها على جنب. وهجيب عندي بقى الصينية، وهبتدي اعمل منها كور صغيرة، يعني تكون في حدود 5 جرام زي ما انت شايفة بالشكل ده. حاولي تصغريها على قد ما تقدري. هعمل 4 جنب بعض، محاوليش تضغطي عليها، ان هي في التسوية هيبتدوا يمسكوا في بعض. هتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180 درجة. اول ما تلاقيها احمرت من تحت، تولعي الشواية، بتاخد اللون الذهبي، وتطلعيها من الفرن وتسيبيها في الصينية شوية، ما تشيلهاش من الصينية عشان ما تتكسرش معاكي. زي ما انت شايفة كده طالعة اللون الذهبي الجميل. مش عايزة اقولك على الريحة والطعم، بجد تحفة. هكون بقى محضرة عندي الشوكولاتة. عندي شوكولاتة بني وشوكولاتة بيضة، مسيحاها في الميكروويف او على حمام مية مع معلقتين من زيت الذرة. بعد كده هجيب عندي البسكوت وابتدي انزل بيه في الشوكولاتة بالشكل ده. تقلبيها في الشوكولاتة لحد فتتغلف كلها بالشكل ده كده، او تنزلي بيها من فوق من ناحية واحدة بالشكل ده كده. ترصيها على صينية تكوني فرشة فيها كيس بلاستيك عشان ما تلزقش في الصينية وتتكسر منك. ودي عندي بقى بالوايت شوكليت. مش عايزة اقولك البسكوت بجد خطير، طريقته سهلة جدا وبسيطة زي ما انت شايفة بالشكل ده. جيب بقى عندي شوكولاتة في كيس الحلواني، وهبتدي اعمل خطوط عشوائية بالشكل ده، واسيبها لحد ما تنشف خالص معايا. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. البسكوت ده حلو قوي، هيعجب الولاد ويعجب الكبار، بجد طعمه تحفة. زي ما انت شايفة بالشكل ده، مكوناته بسيطة خالص. التزيين ده بقى حاجة ترجعلك انتي زي ما تحبي تزينيه. دي افكار انا بديهالك، طريقته سهلة خالص. هسيبه بقى لحد ما ينشف. بعد كده هبتدي اطلعه من الصينية واشيل اي زيادة بالشكل ده، وهرصه عندي في طبق التقديم. شكله وطعمه خطير، طريقته سهلة جدا وبسيطة. هتعملي احلى بسكوت بابلز بمكونات بسيطة. لو عجبك امشي بنفس الطريقة، واكتبيلي في الكومنتات، واستنينا في وصفات تانية كتير. وكل سنة وانتوا طيبين. السلام عليكم.